تخيل تعيش لحالك في بيتك وبعد فترة تكتشف ان في شي ساكن معك من زمان. هذه قصة جون دو، واحدة من اغرب الحوادث اللي حيرت الجميع. جون دو شاب عمره تقريبا 32 سنة، هادي جدا وما عنده حياة اجتماعية، يشتغل في مستودع صغير وما حد يعرف عنه الكثير. جون انتقل لشقة قديمة وفي منطقة هادي اسمها المنطقة ساوث كارولينا، والبيت اللي اشتراه ذا كان قديم شوي. الطابق العلوي كان فيه بينه فراغ بين السقف والسقف، وكانت فيها فتحات تهوية. الأيام الأولى كانت مرة طبيعية، يقوم يشرب قهوة ويتابع تلفزيون، ومهم عاشها طبيعية. ولكن بعد أسبوعين بدأ يسمع أصوات غريبة، وذي الأصوات كلها يسمعها في الليل، زي مثلا أصوات خطوات، كأن في أحد يمشي فوق السقف مثلا، أو كأن في أحد يتمشى في الممرات. بالله تخيل في بيت لوحدك وتحس بذا الشعور. حاول نقنع نفسه بأنه أصوات طبيعية ومواسير وأشياء تصير في البيت طبيعي، بس الشيء المخيب بأنه صار ذا الصوت ثابت. وفي بعض الأيام كان يوم يرجع من العمل يحس الأغراض كلها متحركة، كرسي اللي كان في الصالة حاطه تغير من منطقته، وملابس اللي كان مرتبها حصلها مطعشرة، وباب المخزن مع أنه متأكد بأنه مقفول حصلها مفتوح. فجون قرر أنه يركب كاميرات مراقبة في الصالة والمطبخ والممرات والباب الرئيسي. في البداية ما كان في شيء واضح، ولكن في الليلة الثالثة صار شيء صادم له. التسجيل بدأ الساعة 2:43 الفجر، البيت ساكن والأضواء مطفية، وفجأة باب المخزن يتحرك لوحده، وبعدها شيء يزحف من ذا المخزن، جسم طويل ونحيف ويمشي ببطء، وكان نيته على الصالة. فجون هنا كان يناظر وقلبه يشتل وجسمه قشعر. فذا الشخص بقى واقف دقيقة ورجع ودخل المخزن. في الصباح حاول جون يفسر الشيء اللي شافه لكن ما قدر، فراح عند جاره واحد كبير في العمر، عطاه الموضوع كله. قال احيانا الاشياء تتحرك في البيوت القديمة، يمكن طبيعي، بس اللي شفته ما يجي من بشر. في الأسبوع الثاني الأحداث تصاعدت، جون صار يسمع صوت خطوات واضحة مرة، صوت كان أحد يتنفس بقوة وكذا، صوت كان في أحد يحرك أغراضه. فجون هنا قال لا، ما راح أسكت الموضوع ده. في ليلة من الليالي الساعة 4 الفجر صحح على صوت قرقعة في المخزن، فمسك العصا ومشى بخطأ بطيئة له. ويوم وصل الصالة لاحظ بأن باب المخزن مفتوح، أخذ نفس ودخل المخزن، واللي يتفاجئ بذا الظل الطويل اللي واقف وما يتحرك، يا ثابت يناظر. فجون صار يرجف من الخوف، فجون استجمع قواه وانتشرت برا البيت. ففي اليوم الثاني رجع للبيت وشل التسجيلات، وطبعا رجع الصباح ما حيرجع في الليل. فالشرطة لما شافت التسجيل دي ما قدرت تفسر ايش ذا الموضوع، وما في دليل اصلا بان هذا الشخص بشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر رمضان. أول شيء تعرفون شهر طمأنينة وسكينة وذا، لكن مو كل القصة اللي تصير فيه تكون مريحة. في الفيديو راح نتكلم عن 5 رسائل مرعبة حصلوها في الواتساب، ويقولون والله شات جي بي تي يقول صدق بين ذي الأحداث حقيقية. فالمهم يلا خليكم مع الفيديو، وصح لايك والاشتراك أهم شيء لا تنساه. في سنة 2019 في شاب في الهند اسمه راهول، وراهول ذا بدأ يستلم رسائل غريبة. والقصة بدأت الساعة 2:17 الفجر، وصلها إشعار من رقم دولي، ما كان يعرف اسم من ذا الشخص، ما كان في اسم ولا صورة ولا أي شيء يدل على ذا الشخص، ما غير أرقام طويلة وبس. فقال يمكن في أحد يبغى يستهبل عليه وذا، ولا وبعدها بقليل توصل رسالة ثانية ومكتوب فيها لا تطفئ النور. والغريب بأنه أصلا قبل شوي راهول ذا طفى الضوء حق الغرفة. فراهول توتر وخرج يشوف من قاعد يراقبه ذا، حاول يتصل على ذا الرقم، النتيجة كان ان الرقم ذا غير موجود. فهنا بدأ الخوف يتغلغل فيه. ولكن الكارثة الحقيقية كانت بعد يومين، وصلته صورة وهو كان جالس، وكذا الصورة كانت من كأنه واحد من وراه كان قاعد يصور. واللي يفجع أكثر بأن الصورة كانت داخل البيت، مو من الشباك ومن برا. فراهول فز وقام يدور، لكن الفاجعة بأنه ما كان في أحد. والأيام الثانية بدأت تزيد رسائل أكثر وأكثر. أنت اليوم الساعة 3 راح تخرج برا البيت، راح تروح مع صاحبك، لا تثق فيه، ترى أنا مرة قريب منك، مثل ذي الكلمات. فالولد بدأ يوسوس، صار عنده هلع، فعلى طول راح للشرطة وأعطاهم الموضوع كله. فتتبعوا الرقم لكن ما كان له أي سجل في عند الاتصالات، ولا وبعد بأسبوع تتوقف الرسائل ذي كلها. ولكن الشاب غير بيته بالكامل من بعد ذي القصة، ولليوم ما عرف من ذا المرسل. في 2016 حرمة إسبانية فقدت أخوها بحادث سيارة، وبعد أسبوع من الحادثة
ولا توصل لها رسالة من أخوها ومكتوب فيها أنا بخير. فاستغربت، قالت يمكن أحد يعني شل الجوال حقه ويراسل به، ولكن تذكرت بأن جواله كان مع الشرطة، فنظرت للجوال وكان آخر ظهور الآن. فالأخت الفاضلة أرسلت له من أنت؟ فجاء الرد وقال أنا لم أذهب. فهنا بدأت تبكي من الخوف، فراجعت شركة الاتصالات وفاجئوها بالكلام ذا بأن الشريحة من يوم من الحادث وما حد استخدمها. ولكن الشيء الغريب أنه الحساب لمدة 3 أيام كان شغال ومن بعدها اختفى نهائيا. فوقتها الملف أغلق بدون أي فهم. مجموعة من الأصحاب سووا جروب واتساب، ولا بعد أيام في رقم غريب ينضاف في الجروب وما حد من أعضاء الجروب يعني أضافه، والصورة الشخصية كانت غريبة كذا ظل أسود. والشيء المخيف أكثر بأن كان يجيب لقطات لصور كذا غريبة كذا لأماكن مظلمة، ويرسل فوسيات غريبة ويطرح مواقع جغرافية غريبة. فهم ظنوا في واحد منهم يعني من أصحابهم يبغى يمقلبهم أو يسوي حركات. ولكن الشيء المفاجئ بأن ذا الحساب الغريب أرسل عنوان بيت واحد من أصحابنا. والشيء الغريب أكثر بأن في نفس الليلة سمع صوت طق على الباب، حذفوا ذا الرقم من الجروب، ولو بعد دقيقة يرجع، كرروا الحذف ويرجع. في النهاية حذفوا الجروب كله مرة واحدة. ولكن بعضهم استمر يحصل رسائل من ذا الرقم الغريب في الخاص. في 2018 كان في رجل يستلم رسائل غريب، وكانت من رقم مجهول، وكل يوم حرفيا كأنه حبة بنادول كل يوم رسالة. وكانت تكون رسالة تحذير انك لا تركب السيارة كل يوم، بكرة لا تروح تتغدى زي كذا. فهو ايش سوى تجاه الموضوع ذا كله؟ ولا بعد أسبوع يتعرض لحادث خطير جدا ونجا منه بصعوبة. وبعد خلاص ما خرج من المستشفى وذا فتح الجوال وحصل رسالة مكتوب فيها قد قلت لك. ومن بعدها الرقم حضره وخلاص ما عاد قع بينهم تواصل. والرجال كان يقسم ويحلف بأن ذا الرقم والله انه ما اعرفه غريب. استلمت صورة من رقم مجهول، والصورة كانت لشارع عند بيتها يعني. وبعد دقائق توصل صورة ثانية كانت لها وهي تناظر لأحد الشبابيك في البيت. بنت الأجواد على طول اتصلت على الشرطة، فتم التحقيق في الموضوع وما عرفوا رقم من ذا. وبعد شهر البنت ذي تختفي. القضية لا تزال مفتوحة لليوم. اليوم بنتكلم عن واحدة من أغرب وأخطر الحوادث اللي صارت داخل مسجد في العالم. حادثة صدمت العالم كله وخلت الناس تفكر مرتين قبل ما تدخل أي مكان عام. بسرد لكم بالتفاصيل كل شيء خطوة خطوة. مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا مدينة هادية ومعروفة بالنظافة والتنظيم والهدوء، والجريمة أصلا فيها قليلة جدا مقارنة بالدول الأجنبية الباقية. والمسلمين هناك أقلية صغيرة يعيشون حياتهم طبيعية والأمور طيبة. وفي كل يوم جمعة يتجمعون المسلمين في مسجد النور من جنسيات مختلفة، آسيويين وعرب وأوروبي، من أنواع وأشكال المسلمين. يوم الجمعة 15 مارس من 2019 كان يوم زي أي يوم عادي. وقبل الحدث بفترة كان الشخص اللي نفذ ذي الجريمة شخص معزول كذا يحب العزلة أكثر من أنه يعرض على الناس. اسمه برينتون ترنت أو ترانت أو شيء كذا. استرال الجنسية وانولد في عام 1990، وكان عمره في وقت الحادثة 28 سنة. في فترة من فترات حياته اشتغل مدرب لياقة، وكان يحب السفر مرة. ومن بعدها صار يسافر يعني أنواع وأشكال الدول. خلال ذي السنوات تأثر بأفكار متطرفة عن المسلمين زي إنه يفجروا والكلام اللي يقولون علينا الأجانب فيه. فبعدها بفترة انتقل وعاش في منطقة اسمها كرنتيتيش أو شيء زي كده. وكان زي ما قلت لكم يحب العزلة، ما يعيش مع الخلق، ما يخرج عند الناس. ففي وقتها راح اشترى أسلحة بطريقة قانونية، يعني إذا واحد نوى يشتري سلاح يشتري عادي. فاشترى بنادق ورصاص ومعدات للتصوير، لدرجة إنه حتى في أسلحته اللي اشتراها يكتب فيها عبارات متطرفة، ومن أشهرها زي حماية الغرب من الإسلام، تحرير أوروبا عن الهجرة، المهم شعارات كراهية للمسلمين والمهاجر. فالكابتن ذا درس مواقع المساجد اللي كانت في المنطقة ذي، وركز خصوصا على مسجد النور، وزار المنطقة ذي مرة كثير عشان يراقب. تعرفون عشان يراقب أوقات الصلاة متى تجمعون البشر وذا، والمداخل والمخارج في ذا المسجد. فاختار يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة معروف بأنه عيد المسلمين، فأغلب المسلمين يكونوا في المسجد يصلون. ويوم الجمعة الظهر الناس طبيعية راحت المسجد ظهر جمعة، وتعرفون اللي يقرأ قرآن، اللي يتعلم، اللي المهم. والإمام كان يستعد للخطبة، والمهم كان الجو روحاني مرة. وفي نفس الوقت وصلت سيارة لمحيط المسجد، نزل منها رجل هادي جدا وكان معاه معدات شايلها،
وكان متجه للباب الرئيسي، ودخل المسجد ولا في ثواني بدأ الهجوم. صوت طلق نار، والمهم من جو روحاني وهدوء إلى جو طلق نار وبوي. فوقت المصلين مهم دارين يعني إيش قاعد يصير، في الأخير أنت قاعد تصلي ما راح تقطع صلاتك، فما غير يسمعون صوت يعني ضرب ولا وشوي، والمصلين بدوا يلاحظون بأنه في يعني ناس جنب يطيحون وذا. فهنا صار صراخ وجري واو. المهم وذا قاعد في نص المسجد، ورغم الخوف الشديد ولا بعض المصلين حاولوا انهم يعني يدخلون فيه ويساعدونه، وفهمت كيف، واللي بعضهم ساعدوا الجرحى، وبعضهم راحوا عند الابواب ويعني يفتحونها وذا، والبعض احتموا ورا الاعمده. والمهم كان الموضوع مره مخيف، ويقول لك في واحد تظاهر بانه ميت عشان فهمت تمشي الامور معه. والله هنيك الصراحه فكره مره ذكيه. والمهم استمر الهجوم لمده دقائق، لكن الناس يعني من كثر الرعب ذا اعتبروها ساعات. فالمهم شاف الامور انها هدت، خرج برا المسجد وركب موتره وتوكل على مكان ما نشوف عليه، فساق سيارته لمركز لرنولد الإسلامي. دخل المسجد نفس الموضوع يوم جمعة، الناس تصلي فالحبيب تحمس ودخل عليهم ورشاهم. ولكن ذي المرة صار شيء مختلف، أحد الموجودين واجهه بشجاعة واستخدم أي شيء حوله عشان يوقفه وذا. فهذا الشيء يعني أربك المهاجم، والموضوع ذا قلل الضحايا، يعني مو مثل مجد النور. فوقتها المهاجم خاف وشرد برا هذا المركز، فبلغوا الشرطة، والشرطة ما قصرت وصل وطاردوه في الشوارع يمشي منه والشرطة منه. والمهم ليه ما بالغصب وقفوه وألقوا القبض عليه. فالعالم وقتها كانوا يتابعون الأخبار ومصدومين من ذا الشيء، والهجوم أدى ل 51 قتيل ومصابين وصدمة للمجتمع. المهم كان واحد من أسوأ أيام نيوزيلندا، ووقتها رئيس الوزراء حق نيوزيلندا ذا راح يزور عوائل الضحايا. ومن بعد ذي الحادثة نيوزيلندا صاروا يعني يسووا قرارات للأسلحة، إنهم هم من كل جاء شل سلاحه وقال يا وبس. ذي كانت الموضوع يعني، ويلا مع السلامة.